أعزائي المشاهدين، نناقش اليوم عبر صالون الفن، نناقش قضية. في البدء أهلا ومرحبا، وحقيقة أنا سعيد للغاية إنه أكون معاكم الليلة عبر برنامجكم الجميل دي. وأغنية البنات من الأغاني الجميلة في السودان، وهي متأصلة في السودان من وقت بعيد، وأنا لي تجربتي الخاصة حيث تغنيت بأغنية مشينا مبدة. شيت وين؟ مشينا ومبدة. إذا نسمع أغنية مشينا مبدة. مشينا مبدة لما ندمنا عليه، مشينا شارع طالع وشارع نازل، والكلاب يهوهون فينا، وما حلانا إلا جرينا الليلة وبوبين علينا. شكرا. أغنية البنات، ونواصل أعزائنا مع كبار الفنانين. أغنية الحقيبة، تلك القاعدة التي تظل دوما هي قاعدة الغناء السوداني. نلتقي بالأستاذ مبارك حسن بركات. أهلا عمنا مبارك حسن بركات، رأيك في أغنية البنات وتجربتك؟ والله في الحقيقة بعد ما ضايقونا الأولاد الشباب الصغار ديل بأغاني البنات، فكرنا إنه نحن ذات نخلي أغنية الحقيبة، لكن يعني أنا فتشت ألحان تكون قريبة من الحقيبة، زي مثلا عندك أغنية حتي وحتي الشرع. حتي وحتي الشارع، نسمعها. صيغات ولحنها ذاته قريب من الحقيبة. جميل، نسمعها. الشيالين جاهزين؟ جاهزين. أحيتي وحتي الشرع قلبي وقلبوا البلاء. حتي الشرع قلبي وقلبوا البلاء. أرسيفي وراني المرأة فيكي وعكس الهوى. حتي الشرع قلبي وقلبوا البلاء. أنا بجيب بالصالون، أنا بشريب الليمون، أنا بشريب الليمون، أنا بصافح بالغانون. حتي الشرع قلبي قلبوا البلاء. شكرا مبارك حسن بركات. نواصل أعزائنا أغنية البنات والأغاني الجميلة من أغاني البنات التي تغنوا بها كبار الفنانين. نلتقي في هذه المساحة بالفنان الكبير الأستاذ ود مدني ذات الشجون أبو اللمين. يا أستاذ أبو اللمين، رأيك في أغنية البنات وتجربتك؟ أولا أهلا ومرحب بكم. وفي الحقيقة يعني أغنية البنات من الأغاني الجميلة، ويمكن أنا تجربتي معها وازعة شوية. بديتها بعمك حسب الشتة قصبوا، وانتغلنا اللي دق الباب وجانا، وكلها وضعنا لها الحان، والآن وصلنا إلى البان سليم وبلحن جميل إن شاء الله حنقدمها خلال هذه السهرة. نسمع البان سليم. البان سليم يا تمرجي ونادوا الحكيم، يا تمرجي. دكتور صلاح شايل السلاح تحت الراح يا تمرجي. شكرا. شكرا أبو اللمين.